أعزائي المتابعين، أهلا بيكم. لما الحياة تديلك درس ما تخليش الأوغاد يعلموك مرتين. كلنا في حياتنا بنمر بمواقف صعبة، ودايما بنقابل ناس مش دايما نواياهم صافية، ناس ممكن نسميهم الأوغاد. وبتكون الصدمة الكبيرة لما تلاقي نفسك واقع في نفس الموقف مرة ورا التانية. لكن الفرق الحقيقي مش في الموقف، الفرق في رد فعلك، في وعيك، وفي قدرتك على التعلم من أول مرة. الحياة عبارة عن سلسلة من الدروس، والمواقف الصعبة جزء لا يتجزأ منها. الأوغاد اللي بيحاولوا يوقعوك أو يخدعوك مش بيعدوا من حياتك مرور الكرام، هم أكبر معلمين لك. بس السؤال هنا، هتتعلم من المرة الأولى ولا هتفضل تعيد نفس الدرس كل مرة؟ الوعي هو المفتاح اللي بيخليك تربط بين اللي بيحصل وبين رد فعلك. ناس كتير بتمر بتجارب قاسية من غير ما يتعلموا حاجة، لأنهم مش بيحاولوا يفهموا الدرس اللي الحياة بتحاول توصل له. إنك تكون واعي يعني إنك تفكر وتستجيب بشكل أذكى وأعمق في شغلك أو البيزنس بتاعك. الدروس دي بتكون أكتر وضوح. العميل الصعب أو الشريك اللي بيحاول يستغلك هما جزء من الرحلة. التجارب الصعبة دي مش بس بتعلمك تاخد قرارات أفضل، لأنها كمان بتديك مهارات جديدة في إدارة الأزمات وحل المشاكل. ما تسيبش الأزمات دي تكسر ثقتك في نفسك أو في قدراتك. الجانب السلبي للتجارب دي إنها ممكن تخليك تشك في نفسك، لكن الجانب الإيجابي إنك لما تتجاوزها بتحس إنك أقوى وأوعى. وده هو المفتاح، نتعلم من كل صدمة وتستغلها لصالحك مش ضدك. الحياة مش بتتغير إلا بصدمة أو بحالة وعي مرتفع. الصدمة بتفوقك، بتخليك تشوف الأمور بوضوح أكتر، والوعي هو اللي بيديك القدرة على استيعاب اللي حصل وتطوير رد فعلك في المستقبل. ده اللي بيخليك تبني علاقات أقوى وتاخد قرارات أدق. في النهاية الأوغاد هم جزء من رحلتك، لكن مش شرط إنهم يكونوا سبب في فشلك. الدرس الحقيقي إنك تتعلم من أول مرة وتكون جاهز لأي تحدي جديد. أنت عارف إن ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في كل تفصيلة بتحصل لك في حياتك. أحيانا بيحرمك من حاجة قلبك متعلق بيها عشان بس يعوضك بالأحسن منها، وساعات بيمنع عنك شر كنت فاكره خير عشان بس هو أرحم بيك من أي حد. لازم تعرف كده. لو قلتلك إنه عارف إن قلبك دايما سبب في وجعك، وعارف كمان إنك موجوع من حاجة محدش يعرفها غيره هو وبس، وكمان عارف إنك بتقول بلسانك بكرة هفرح وبكرة يجي وللأسف مفيش جديد، وبتفضلي زي ما انتي، وعارف إنك خايفة على قلبك أوي، عارف إنك هشة أوي من جواكي، وممكن لو جه حد يفكرك بس بموضوع ما تنهاري وتتكسري وتبكي من جواكي. عارف إن في ناس كتير قوي خاب ظنك فيهم، وكتير قوي ظلموكي. ربنا هيديكي على قد الوجع ده كله فرحة هتخليكي تقولي هو أنا إزاي أصلا كنت زعلانة. بس محتاجين نغير من أنفسنا شوية. هو أنا إزاي كنت كده وفاكرة إن مفيش أمل خالص؟ هو أنا إزاي كنت بنام معيطة وحزينة أغلب الأوقات؟ أقولك ليه؟ هتكوني مستغربة، وربنا ليه هيعوضك وهيفرحك. لأنه ببساطة بيحبك، وعشان هو بيحبك بيبتليكي بالمواقف دي. وهو اللي أمرك وهو اللي أمرك بالصبر
والاحتساب. وهو اللي خلق قلبك الضعيف قوي ده، وعارف كمان إنه مش طيب بس، لا، ده غلبان وراضي بالفرحة حتى لو هيكون نصيبه منها يوم واحد. ربنا وعد الصابرين، وعشان انت صابرة ربنا بيطمنك وبيقولك وبشر الصابرين. ومن لطف ربنا بيكي إن الفرحة اللي هتجيلك بعد الوجع هتبقى أضعاف أضعاف حجمه. أصل سبحانه عايز بس يعلمك درس، بس من رحمته كمان أقسم على نفسه يفرحك فرحة هتنسيكي ألم الدرس ده. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. صدقيني ربنا بيطمنك، وما تخافيش، هو جنبك وحاسس بيكي، وبيقولك إنه هيعوضك عن كل لحظة وجع عشتيها بسنين من الفرحة. اطمني. عارفين مشكلتنا في التعامل مع البشر، ما بقتش في إنسان بيقدرك ولا لأ، أو يراعي سنين عشرة أو لأ، أو يفتكر لك حاجة حلوة ولا لأ خالص. المشكلة الأكبر بقت قضية إن اللي بتعمله بيكون متشاف أصلا، لأن ساعتها مهما صرخت عشان تفكر اللي قدامك انت عملت ايه مش هتتسمع. وكان من باب أولى يشوف بنفسه، ما يستناش تقول له عملت ايه. والمشكلة أكبر لما يقولك انت عملت ايه، ولا يقولك انت ضعيف أو أفسدت أو. وكمان الحاجة الوحيدة اللي هيشوفها وقتها إنك كمان ظالم. بس ما تستغربش واعذره، هو مش جاحد ولا نادل، هو أعمى. صدقني، دي الحقيقة. بس مش أعمى النظر، هو أعمى البصيرة. وبالتالي صدقني اعذره، وملهاش عوض غير عند ربنا. وتخيل لو كنت آخر مرة تشوفه، آخر مرة، تتخيل بعد الشر مرض مرض صعب شفائه وفاضل له في الدنيا وقت بسيط. الموقف ده من المواقف اللي شافها معظمنا مع حد عزيز وغالي عليه. موقف من المواقف اللي بتجبرك تعيد حساباتك كل مرة بتشوفه فيها، لأنك بتعيش معاه وجع آخر مرة. تخيل الفراق كبير إزاي. أكيد طبعا صعب، فرق في كل حاجة، فرق في نظرتك ليه، في لهفتك عليه، في حكاويك معاه، فرق في شريط ذكرياتك. ما ما تبقاش عارف تعمل ايه ولا ايه. بتحاول تجمع كل كلمة نسيت تقولها له طول الوقت ده وأجلتها. بتحاول تدوقه كل طبطبة كان نفسه فيها وملقاهاش منك، كل كلمة حلوة كان نفسه يسمعها وسكت عنها. صعب أوي في الوقت ده تفتكر كنت عايز تعاتبه في ايه، كنت عايز تحاسبه على ايه. العتاب وقتها واللوم والندم بيكون بس كل لحظة فوتها معاه في خصام وإهمال وانشغال وتقصير. بتقول لنفسك بجد نفسي أفرحه، نفسي أعوضه، نفسي أعتذر له، نفسي أقدره، نفسي أطمنه، نفسي ما يسيبنيش، نفسي يستنى، نفسي ما يمشيش ويسيب الحياة. بس الموت مش بمزاجه، الموت مش اختياره. هتلاقي نفسك صعب حتى توجه له أي اتهام بإنه قاسي أو بإنه هو السبب في أي شيء. صعب تعيش ضحية، وصعب تتخيله ظالم. إحساس إنه ظلمك بيكون أهون، لأنه خلاص مسألة وقت وهيموت. الموت خلاص قدر حتما، مش قدامك غير إنك تعيش معاه في كل مرة تشوفه حسرة آخر مرة، في كل مرة، في كل مرة. وده مش موقف لمجرد الحسرة والوجع وبس، ده موقف فيه مختصر مشهد الحياة، مشهد مختصر لحجم الأمور، مشهد مختصر للشعور والسلوك اللي محتاجه مع البشر، مشهد مختصر للزمن وقيمته الحقيقية، مشهد مختصر لشريط حياة عبارة عن شوية أحداث
مهما كانت درجة سوادها ومهما كان حجم أوجاعها هتخلص. وكل اللي بتعمله دلوقتي هو مجرد محاولة إنك ترحم نفسك من الندم بعد ما يفارق دار الخداع، ويفضل الندم ندم آخر مرة. عارف ليه؟ عشان بعد 50 سنة من دلوقتي نص الموجودين على الأرض تقريبا هيبقوا مدفونين في تراب الأرض، وبعد 100 سنة كله خلاص بيخ. يعني كلنا الموجودين حاليا، حتى اللي لسه مولود النهاردة، هيبقوا تحت الأرض في انتظار يوم العرض. كلنا ولا واحد هيكون باقي. وهيبقى في ناس تانية خدوا بيوتنا ولبسوا هدومنا ومشوا في شوارعنا وفي نفس الأماكن اللي مشينا فيها وقعدنا فيها وورثونا إذا لقوا ورانا حاجة. ويمكن السرير اللي بنام عليه دلوقتي أو الكرسي اللي بنقعد عليه يعيش أكتر مننا ويبقى تحفة ولا أنتيكة من زمان. فيبقى له الكبر والظلم والهم والغم والتجبر على خلق ربنا والناس اللي بتحبنا، ونسينا إنه اللي خلقنا اسمه الجبار. كفاية وجع، ومن صح ومن غلط مش مستاهلة. لو كلنا ركزنا إيه اللي هينفعنا تحت الأرض بعد ثانية ولا ساعة ولا يوم أو حتى 50 ولا 100 سنة، مش هنعمل في بعض كده. الشخص اللي وجعك وكسرك واستغل طيبة قلبك لا يمكن بأي حال يكون هو اللي ممكن يعالجك. نص البشر بتضيع حياتها وسعادتها في إنها تستنى من اللي أذاها إنه يحس بغلطته ويتأسف وتصمم ما تقفلش الصفحة، وبتكمل حياتها ضحية وتعيش على ذكرى اللي فات. بس خد المفاجأة، اللي جرحك مش بيفكر فيك أصلا ولا أنت على باله. عارف ليه؟ لأنه ما انجرحش وما انكسرش. الإنسان مش بيحس إلا لما هو بينجرح مش يجرح. أنانية. معلش، نص البشر يهمها نفسها بس، بتدوس عادي. فبلاش تعيش في دور الضحية وتستنى منه يحس. اللي حصل حصل، الفرق تعاملك انت مع الموقف. للأسف علاج وجعك دي مسؤوليتك انت مش حد تاني. حقيقي كل المسلمات عندك بتضيع، زي اللي انت خليته أمان لك بقى مصدر ألم. اللي كان هو الثقة بقى هو المؤذي. السند اللي يسند بقى هو اللي بيهد اللمة الحلوة اتفشكلت. وده بيوجع قوي، بس من الغباء انك تضيع عمرك فاتح نفس الصفحة على امل تغير المكتوب فيها، او متخيل انه هيغير دماغه او يغير من نفسه عشان يرضيك. الوجع حصل حصل خلاص، وحقك راجع راجع في الدنيا او في الاخرة. مش لازم تستنى تشوفه، دي مش شغلتك. انما سعادتك دي مسؤوليتك، خططك المستقبلية واتزانك النفسي وتعاملك مع الموقف والتئام جرحك ولم اللي اتكسر فيك. دي مسؤوليتك انت. ربنا ما بينساش. ما بينساش تعبك في كل قليلة وكل صغيرة وكبيرة تعبتها وما لقتلهاش مقابل. ما بينساش كل وجع اتوجعته من كلام اتقالك أو أفعال جرحتك وكسرتك من أقرب الناس ليك أو حتى أبعدهم. ما بينساش كل تنهيدة اتنهدتها بينك وبين نفسك أو حتى قدام الناس، كانت طالعة جوه منك مكتومة، كان هو حاسسها. ما بينساش كل دمعة نزلت من عيونك في عز ضيقتك وألمك من أوجاع قابلتك في حياتك، كان هو شايفها وبيحصاها. ما بينساش كل كلمة حلوة قلتها وكان نفسك تتقابل بكلمة حلوة زيها بس ما تقابلتش. ما بينساش صبرك في عز ضيقتك وانت بتصرخ من جواك، كان هو سامع صرختك وحاسس بيها. ما بينساش كل كلمة كنت بتقولها جواك ومحدش سمعك، كان هو عارف بتقول ايه وايه اللي بيدور في دماغك.
ما بينساش كل ظلم شفته في حياتك من ناس ما تخيلتش انه هيجي منهم الظلم ده، لكن جه للأسف ووجعك. هو ما بينساهوش. ما بينساش كل مرارة دقتها وتعلقت في ذهنك بعلقمها المر، وهو ما بينساهوش. ما بينساش كل كسرة كسرتها من القريب قبل الغريب أو حتى في حياتك. هو ما بينساش. ما بينساش كل خطوة بتخطيها حتى لو كانت صغيرة. هو ما بينساش. ما بينساش كل طلب بتطلبه بينك وبين نفسك وبتقف تطلبه منه في سرك. هو سامعه. ما بينساش. ما بينساش. ما فيش حاجة عند ربنا بتتنسى. الناس بتنسى، لكن ربنا ما بينساش. كل حاجة تترد لك أضعاف أضعاف، لأن ربنا ما بيباتش مديون لحد، عشان جبر الخواطر من عنده، وجبر القلوب ما بتتجبرش إلا من إيد اللي خلقها. ربنا ما بياخدش إلا ما بيدي أضعاف أضعاف. ما فيش حاجة عند ربنا بتتنسى أبدا. اطمن. كل كلمة ما بتنساش دي هتلاقي مقابلها في حياتك، عشان ما فيش حاجة عنده بتتنسى. إن نست الأم رضيعها فأنا لا أنساكم. فما تنساش انت ان هو ما ينساش. توقف عن اجبار نفسك على تعزيز العلاقات السامة. ليس من وظيفتك ان تتحمل العبء العاطفي لشخص لا يحترم طاقتك او يقدرها او يعتز بها. قد تشعر بالالتزام بسبب الحب او الولاء او التاريخ، لكن هذه الروابط لا ينبغي ابدا ان تكون بمثابة قيود تبقيك مقيدا بشخص يقلل من رفاهيتك. إن وقتك وطاقتك ومواردك العاطفية مقدسة، ويجب استثمارها في علاقات تغذي روحك ولا تستنزفها. غالبا ما تزدهر العلاقات السامة بسبب التلاعب والشعور بالذنب والابتزاز العاطفي، مما يجعل من الصعب التحرر منها. قد تشعر أنك الشخص الوحيد الذي يحافظ على تماسك العلاقة، وإنه بدونك ستنهار الأمور، لكن هذه ليست ديناميكية صحية. يجب أن تبني العلاقات على الاحترام المتبادل والحب والجهد من الطرفين. إذا كنت الشخص الوحيد الذي يقوم بالعمل، فقد حان الوقت للتراجع وإعادة النظر. من المهم أن تفهم أن مجرد حبك لشخص ما لا يعني أنه يجب عليك تحمل السلوك السام. لا ينبغي أبدا أن يكون الحب مبررا لعدم الاحترام أو السيطرة أو الأذى العاطفي. في بعض الأحيان يكون الابتعاد هو أكثر شيء محبب يمكنك القيام به لنفسك. أنت لا تتخلى عن العلاقة. أنت تختار إعطاء الأولوية لصحتك العقلية والعاطفية. الحدود ضرورية في أي علاقة، وغالبا ما يدوسها الأشخاص السامين. يأخذون بلا عطاء، ويطلبون بلا عطاء، ويأذون بلا ندم. أنت تستحق ما هو أفضل من شرح قيمتك باستمرار لشخص يرفض رؤيتها. قد يبدو وضع الحدود غير مريح في البداية، خاصة إذا كنت معتادا على إعطاء أكثر مما تحصل عليه، ولكنها خطوة حاسمة نحو الشفاء. تذكر أن رعاية علاقة سامة لا تجعلك أقوى، إنها تستنزفك فقط. قد تظن أن تحمل الألم أو الكفاح من أجل إصلاح الأمور سيؤتي ثماره في النهاية، لكنه غالبا ما يؤذي إلى تفاقم الأذى. كلما طالت فترة بقائك في علاقة سامة، كلما فقدت أجزاء من نفسك. تبدأ في الشك في قيمتك، وتتساءل عن قيمتك، وتشعر بأنك أقل مما أنت عليه حقا. غالبا ما يبقينا الخوف من الوحدة، محاصرين في علاقات غير صحية. نحن نقنع أنفسنا أنه من الأفضل أن نبقى في علاقة سامة بدلا من مواجهة عدم اليقين من كوننا وحيدين. لكن أن تكون وحيدا ليس هو أسوأ شيء،
بل أن تكون في علاقة خاطئة هو أسوأ شيء. تسمح لك العزلة بإعادة التواصل مع نفسك والشفاء وإعادة اكتشاف قوتك في لحظات السلام. تلك يمكنك أن تنمو حقا. إن التعافي من العلاقة السامة هو عملية تتطلب الصبر. من المحتمل أن تمر مجموعة من المشاعر: الغضب والحزن والشعور بالذنب والراحة، ولكن عليك أن تعلم أن كل هذه المشاعر هي جزء من الرحلة. امنح نفسك الوقت والمساحة لتشعر بكل شيء، لكن لا تسمح لنفسك بالانجرار إلى حالة سامة بسبب الحنين أو الخوف. نأمن مين في دنيا كلها خاينين، وكل الناس بقت تكذب ومش واضحين، ومش عارفين نصدق مين. عشان بنخاف بقينا نشك في ايدينا، وبنخون في أقرب ناس لينا، ومش عارفين طريقنا منين. وطول الوقت بنفكر في بكرة ولينا شايل ايه. طول الوقت بندور على واحد نأمن ليه. مفيش ولا حاجة مضمونة، كله بجد مشكوك فيه. وليه البشر جوانا بقى كسبان، وليه الصدق والطيبة بقى ملهمش فينا مكان. مفيش ولا حد من الآخر يتقال عليه غلبان. على مسرح كبير في الدنيا دي واقفين، وكله في دوره بيركز قوي وعايشين. خيانة وكذب تلاقي كتير، لو بنضحك على اللي بنلاقي عنده ضمير. خيانة وكذب تلاقي كتير، لو بنضحك على اللي بنلاقي عنده ضمير. في الشر بقينا أذكى من الشيطان بكتير، وطول الوقت بنفكر في بكرة ولينا شايل ايه. طول الوقت بندور على واحد نآمن ليه. مفيش ولا حاجة مضمونة، كله بجد مشكوك فيه. وليه الشر جوانا بقى كسبان، وليه الصدق والطيبة بقى ملهمش فينا مكان. مع خالص أمنياتي لكم بكل توفيق وسعادة. إلى اللقاء.